سيب كل ده بقى والمشاكل اللي بتحصل دي قبل حتى الدوري ما يبدا، ونروح للحدث الاهم والابرز اللي ممكن زي ما قلنا حتى المنشط اللي قلناه الاسبوع اللي فات، انه يعني حفظ كبرياء كره القدم المصريه متمثل في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاحد ان شاء الله امام اورلاندو النهائي. يعني كيف تتوقع هذه المباراه؟ والاهلي على حسب الخبر اللي قدامنا بيقول انه قدم مرانه 90 دقيقه علشان يعني اورلاندو يتدرب بعديه على ملعب المقاولين العرب. اولا مشكله الملعب وليه الاهلي متخوف من الملعب المقاولين العرب؟ خليني اقول لك سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليله الظلماء يفتقد البدر، لكن ان شاء الله البدر مش هيفتقد. وزي ما حضرتك قلت ان النادي الاهلي ممكن يكون بارقه امل للكره المصريه بعد مباراه غانا والامور الصعبه وتوقف النشاط والقصه دي كلها. مباراه الاهلي واورلاندو يعني عليها ضوء كبير جدا. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعبر المباراه دي ويقدر يكسب اورلاندو ويقدر يضيف بطوله لنفسه ويقدر يرسم بسمه للشعب المصري في ظل الضغوطات السياسيه وفي كل الاحداث اللي بتحصل. احنا هنيجي فنيين بس الملعب بالتحديد الملعب بالتحديد هو النادي الاهلي كان بيطالب ان هو بيلعب يعني في احد يعني يا اما الدفاع الجوي يا اما استاد الكليه الحربيه تمام. او ممكن برج العرب. خلاص الامور فيه زي ما حضرتك عارف بسبب المشاكل يعني استبعد تماما. رفض يعني رفضت الجهات الامنيه ان هو يلعب في ملعب الدفاع الجوي او ملعب الكليه الحربيه، فاسندت المهمه لملعب المقاولون العرب. ملعب المقاولون العرب هيتم انتهاء الاصلاحات فيه تقريبا يوم الخميس اللي هو غدا ان شاء الله تمام. يعني لسه الملعب برضو الاهلي يمكن عشان هو ما كانش عليه ممارسه فممكن تكون نجيله عاليه شويه مشاكل دي ممكن لكن الملعب اتلعب عليه مباريات دوليه قبل كده. دي ممكن ما تكونش تخوف والاهلي لعب عليه كتير، بس هو الفكره كلها ان في ايه، في ملاعب كده يعني احنا بنستناه على استاد القاهره لما بيبقى في مباراه للمنتخب. طبعا استاد الدفاع الجوي بدا يدخل في اللعب ولكن برضو مش بيحس استاد القاهره. تحس ان هو بيعمل رعب للانديه اللي جايه. لو الاهلي معتاد يعني كمان على الكليه الحربيه اكتر يعني حقق فيها بطوله قبل كده. انا بقول هي زي فكره ان انا لما رحت لعبت في الجونه، اللعبه مش متعوده على الجو، مش متعوده على الهواء اللي في ملعب الجونه. القصص دي كلها فرقت مع النادي الاهلي بدليل ان الاهلي خسر من اورلاندو في مباراه الذهاب 3 تمام وراح يتعادل في المباراه الثانيه. هو كان في كلام بيتقال بس طبعا هو اعتقد انه لعيبه بحجم لعيبه النادي الاهلي وفكر زي فكر الاهلي بشكل عام او مجلس اداره النادي الاهلي انه الملعب ده يعني مش الاهلي مش محظوظ على المقاولين العرب على الملعب. يعني فاكر انا ايام جوزين وكانوا بيتخوفوا من المباريات اللي بتلعب على ملعب المقاولين العرب. هي الاعتبارات زي ما قلت لحضرتك يعني هو البطل هيلعب في اي مكان. طب الاهلي ان شاء الله يعني الفريق صعب ولا الاهلي قادر على الحسم من البدايه ويريح الجمهور كده؟ والله يعني الاهلي عنده نتيجتين. الاهلي يعني عنده نتيجتين زي ما حضرتك قلت ان هو يكسب او يتعادل سلبيا هياخد البطوله. لكن انا لازم محمد يوسف يحط في اعتبار ان هو لازم يلعب على الفوز لان فريق اورلاندو بارتس مش مضمون. الفريق ده قوي وكسبنا هنا في مصر قبل كده 3-0 وبيلعب بره ارضه افضل. وهو جاي هيلعب يعني انا برافو على حضرتك ان هو فعلا بيلعب بره ارضه. هو جاي حاطط في اعتباره حاجه واحده ان انا دلوقتي بلعب نهائي من مباراه واحده والمباراه دي بره ارضي، يا اما كسبتها وخدت البطوله يا اما خسرت والنادي الاهلي توج. فلا بد ان الفريق ده كمان بيتميز بالقوه بالسرعه الهجوميه. عندهم نص ملعب كويس لكن هم نقطه ضعفهم في الخط الخلفي وحارس المرمى. ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون في المود ويكونوا فورمه يعني ويقدروا ان شاء الله ان هم انا شايف ابو تريكه بدا يستعد جزء كبير جدا من مستواه ويسجل في الفترات الاخيره سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. وليد سليمان، عبد الله السعيد، حسام عاشور، كل الكوكبه دي تكون في يومها وان شاء الله يقدموا لنا يعني كرنفال رياضي جميل ونحتفل بقى بانتصار يفرح المصريين ويدينا بارقه امل قبل مباراه مصر وغانا اللي انا ما زلت حتى الان شايف ان الامور صعبه لكن عندي امل. هو الناس دلوقتي بتطمح الى انه منتخب مصر يعمل نتيجه يعني ايه زي ما بتقول حضرتك كده يعني سعيد ماء الوجه مره اخرى و1-0 2-0 يعني المهم فوز. وان كان البعض طبعا بيقول لك كره القدم ما فيهاش مستحيل وممكن اجيب ال5 رغم انه منطقيا وعقلانيا كده وحسابيا وتاريخيا دلوقتي صعب. تمام بس مش عايزين نقطع الامل يعني خلينا نقول هي صعبه بس مش مستحيله وحتى لو ما فزناش بال5 او ما صعدناش نقدر نعمل نتيجه زي ما حضرتك بتقول مقبوله يعني نداري بيها الفضيحه لان اقل ما يقال ان هي فضيحه او كارثه اللي حصلت في مباراه غانا 6 دي كانت كتيره بصراحه علينا. صحيح.